يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكامل الصحة والعافية واحسن الاحوال، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بالف خير. إيه، طمنونا عليكم، عاملين ايه بقى في الجو النار ده؟ ربنا يرحمنا. والنور عامل ايه معاكم في الايام دي؟ هل بيطفي كل شوية عندكم زي عندنا؟ اكتبوا لي بقى ايه في التعليقات. بصراحة الجو مش مستحمل اصلا طفيان النور. المراوح بتهون علينا ايه شوية الحر، فمعنى ان النور يطفى على طول الجو بيبقى كاتمة. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. النهاردة بقى تاني يوم من تنظيفات الصيف بقى. دخلت كده ايه على غرفة الأولاد، وقومي بقى وتشجعي معانا كده، وإن شاء الله لو فيكي كسل الدنيا كده هتقومي بقى وتفكي وتجري بقى ايه زينا كده في الفيديو. شغلي جنب منك الفيديو كده، وهتاخدي بقى ايه طاقة ونشاط كده. يا صباح الحيوية والطاقة الإيجابية، مش قادرة أقولك بقى. النهارده بقى دخلت على الغرفة زي ما انتوا شايفينها كده، قلت لازم اقلبها عليها واطيها وايه واخليها ايه ورطبها كده كمان للاولاد، لانها بصراحة هي اصلا على الشارع في النار في الجو اللي انتوا شايفينه ده، فالشمس ضاربة فيها طول اليوم. فيا حبايبي مش قادرة اقول لكم يا عيني عليهم بصراحة. الغرفة عندهم ولعة ولعة، يعني بمعنى ولعة يعني بيكونوا مشغلين يا حبايبي المروحة، والمروحة تحسي انها بتجيب هوا سخن عليهم. بصراحة صعبانين عليا مش قادرة اقول لكم. وكده ايه بدأت بقى شغل في الغرفة، قلت بقى اخفف الفرش ووديها تنظيفة بقى ايه محترمة. يا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش تعملي لايك بقى وكومنت ايجابي، ولو لسه ما اشتركتيش معانا في القناه شرفينا باشتراكك عشان عيلتنا الصغيره تكبر بيكم باذن الله، والقناه تكبر ليكم وبيكم باذن الله. كده بدأت بقى ايه زي ما شفتوا. اول حاجه عملتها شلت الفرشه، وبعد كده ايه طلعت المراتب بقى ايه بره، وطلعت كل حاجه تحت السراير بره. وهبدأ بقى افضي ده كله، خليكم معايا لنهايه الفيديو وشوفوا بقى فيه مفاجأة حصلت معايا اصلا في الفيديو كده. ما كانتش على البال ولا على الخاطر بصراحة، وما كانش يومها اصلا اليوم ده، وانا ايه بنضف بقى ومتبهدلة كده زي ما انتوا شايفين. يا ريت بقى تقدروا تعبنا في الحر وفي البهدلة ديت. اكيد انتوا ستات بيوت وعارفين ان اقل مجهود واقل تعب في الحر ده بيأثر علينا طبعا. و طبعا العرق اللي بيطلع ده برضو بيهبط برضو شوية، وأي شغل وأي تعب كده ربنا يجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله. قومي بقى وما تكسليش وتقولي الجو حر، لأ خليني النهاردة الجو حر، خليني بكرة، خليني بعده. هتبص تلاقي الوقت بيجري منك، وحرام لو أولادك بقى غرفتهم زي غرفة أولادي كده. ما ينفعش بقى تسيبيهم يستحملوا ايه الحر أكتر من كده، عشان ربنا هيحاسبنا على اولادنا دولت وانتوا عارفين كده كويس. فايه قلت بقى اشيل بقى. مريم كانت مطلعه الشال ده كده وسايباه على طول، حطاه جنبها كده. إيه يا بنتي نشيله خلاص احنا شلنا الشتا، تقولي بس خليه خليه يا ماما خليه بس هنا. فبدأت بقى الرفة اللي ورا ايه السراير ديت، شلت من عليها الصور، لان بقى خلاص هنخف الدنيا دي كلها زي ما قلت لكم زي ما انتوا شايفين كده. بدأنا بقى نفضي الغرفة خالص. دخلت بقى ايه على الشبابيك كده بعد طبعا ما فضيت الدنيا ديت خالص كده. دخلت بقى اول حاجة ايه على الشبابيك بقى نضفة ايه تنظيفة محترمة. إيه بأمانة كان نفسي اغسلهم. هتقول الخشب يبوظ او كده. إيه يعني هي الغسلة بتكون غسلة يعني ايه موسمية كده ايه، كل فترة مش على طول ان انا ايه بغسله، انا بنضفه على طول. لكن غسيل كغسيل كوب ميه بقى والايه والجو بتاعنا ده، لا طبعا ايه مش على طول. فطبعا انا عندي جيراني تحت ما اقدرش اذيهم بصراحة، لان عندي جيراني اللي في الدور الاول إيه حاطين بصل. هتستغربوا انهم حاطين على الشباك من بره بصل إيه في الشمس وفي البهدله ديت. بصراحه ما حبيتش بقى ايه اكب ميه وكده على الشبابيك عشان ايه ما بهدلهمش بصراحه ايه حاجتهم. لان ايه حرام اللي ما قبلهوش على نفسي ما قبلهوش طبعا على جاري ولا على اي حد غيري طبعا.
لان حرام حاجتهم بفلوس، وانتوا عارفين البصل قد ايه غالي دلوقتي، فحرام اروح اكب ميه وابوظ لهم ايه الحاجه بتاعتهم. فحاولت بقدر الامكان ان انا بالفرشه كده ايه انضفه، نضفته من جوه كده وشديته بقى قفلته عشان ايه اتمكن منه كويس ايه في التنظيف. ورحت بقى طالعه، يعني دولت شباكين على سرير واحد وفي غرفة واحدة زي ما انتوا ايه شايفين. بقفل بقى الشباك مثلا ايه التاني بقفله، انتوا شايفين انا فين دلوقتي كده. بقفل بقى الضرفة التانية وبالمقشة بقى من بره، دي طويلة وكويسة بايه بنضف بيها الشباك من بره كده ايه، تنظيفة كويسة بتطير التراب وبتنضف ايه الدنيا معايا. وطبعا بقى بعد ما طيرت التراب وخلصت خالص بقى الشباك الظرف من بره، دخلت على الازاز بقى عطيته ايه تلميعه بالبخاخه اللي معايا دي. البخاخ اللي معايا ده فيه كلوريكس الوان وايه وميه، بس مش اكتر من كده بصراحه. وايه وفضلت بقى عزكم الله على الازاز طبعا ايه، فضلات الدبان وكده. فرحت ايه بخ عليهم ومنضفاهم ومخلياهم ايه يلمعوا بالشكل اللي انتوا شفتوه دول. نضفوا معايا الشباكين دولت بالشكل اللي انتوا شايفينه طبعا ايه. مسكتهم طالما مش قادرة ان انا اكب عليهم مية. وبصراحة هما من الظرف الكبيرة بتاعت زمان ديت. آه، تفصيلهم غريب بصراحة غير الشبابيك بتاعتنا العادية، دولت كبار كده. يعني انا كنت بشيلهم وعزكم الله ادخلهم الحمام يتغسلوا ايه غسلة كويسة. بس بصراحة إيه ابو مايكل هو اللي بيركبهم فبيتعذب ايه في تركيبهم بصراحة. فحاولت كذا مرة ايه ان انا اغسلهم وهم ايه بره، طبعا قبل الجيران ما يحطوا البصل والحاجة بتاعتهم بره. وانا من عادتي بصراحة لو اي حد نشر هدوم او كده ف لا مش بكب مية، ببعت استأذنه الاول لو ينفع يشيل الغسيل ينفع، ما ينفعش خلاص ولسه ناشرين غسيلهم خلاص بتصرف انا وايه و... وبنضف كده زي ما انتوا شفتوا. طبعا لازم ايه نراعي الجار، لان الجار بالاخص اقرب من الاهل. لان بعد الشر بعد الشر عنكم، لو حصل اي حاجة عندك اللي بيلحقك جارك قبل ايه قبل اخواتك، لان اخواتك انت ممكن تكوني في بلد غريبة وبعيدة عن اهلك، فاللي بيلحقك جارك فهو اقرب لك من اهلك. ايه رأيكم بقى في ده كلام صح ولا لأ؟ مستنية ايه تعليقاتكم تردوا عليا. يا ترى مين بقى هيوصل معايا لحد بقى ايه الدقيقة 8:23 25 ثانية كده ايه. خلصت الشبابيك والدنيا تمام، بدأت ايه انضف كده ايه، اكنس بقى ايه داخل السراير وانضف بقى الدنيا ايه معايا كده. انا قلت اكنس الاول قبل ايه ما امسح الموبيليا، لان انا لو مسحت الموبيليا وجيت اكنس طبعا ايه التراب هيطير تاني وكأني ما عملتش اي حاجة ولا مسحت الموبيليا ولا عملت اي حاجة. انا كده كنست ايه داخل السراير وفي جناب السراير وايه وفي الطرقة اللي في النص اللي هي مكان ايه المكتب كده. يلا قومي وتشجعي معانا كده، ولو عندك اي حاجة ايه اعمليها، ما تقوليش بقى الدنيا حر وفرهضة وكده، لان الشغل برضو عليكي مستنيكي بصراحة. انا بسجل لكم الساعة 2:30 بعد نص الليل، يعني انتوا لو سامعين بقى ايه الاصوات ديت فهي غصب عني. بدأت اكنس بقى ايه الطرقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا انا برد تاني لان ايه الشبابيك مفتوحة وكده، وكل شوية الشبابيك ايه, بتطير معايا التراب، فبيرد ايه تاني كده. فبرد ايه اكنس من الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده ايه ده ورق وحاجات ده ايه كانت تحت السراير، لان عندي في فراغ من عند شباك السرير كده من المكان اللي انا بكنسه ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فبيدخل بقى ايه تحت السرير حاجات. فطبعا بقى ايه نضف تنظيفه بذمة خلاص. نويتي اذا عزمت فتوكلي، فخلاص انتي نويتي والنية لله خلاص بقى تنضفي تنظيفة محترمة. وزي ما بقول لكم في كل فيديوهاتي ان انا ايه, ساعات كتير قوي
لما بنسى حاجة ما اتعملتش بحس ان انا ما عملتش كل حاجة بصراحة، بحس ان تنظيفي ده ولا اي حاجة وراح على الارض كده. دي المقاشة ديت محيراني. انا كنت حطاها جنب دولاب الاولاد بتاعه، وكل ما اجي البس عمالة تقع كده، رحت واخداها حطاها في قلب السرير عشان ما تقعش تاني. اعزكم الله، جبت بقى الجاروف بقى كده، وبدأت في الكيس ده ألم. مش هلم بقى مثلا اللي انا عملته ده واحطه بره الغرفة واقول بعد ما اخلص ابقى الم، لا، اول باول كده علشان لما تخلصي تحسي انك انجزتي كل اللي وراكي، وخلصت كل اللي وراكي مرة واحدة كده. خلاص كده الدنيا تمام معايا. ولبست بقى الجوانتي ده اصلا زي الفايبر كده، بيلم الأتربة بطريقة مش قادرة أقول لكم بصراحة. وأنا بحب ألبسه كده عشان أتمكن من الزوايا والأماكن الضيقة خالص، اللي ما تعرفيش بقى بفوطة أو أي حاجة تدخل لها. فبوريكم قد التراب. خلصت بقى السرير ده، نضفته بقى تنظيفة محترمة، ورحت داخلة على المكتب كمان من فوق كده ومن تحت ومن كل الاماكن هنضفه تنظيفة برضو كويسة. واخش بقى على السرير كمان اللي بعده. المهم ان انا اخلص كل الغرفة والدولاب وكله يبقى معايا تمام. وطبعا الجوانتي ده مش مخليني محتاجة ان انا مثلا ان انا اعمله باي حاجة تانية، اي تركيبة اي خلطة اي حاجة، لا، كده على طول وبينضف وبيبقى زي الفل، وبيلم كل الاتربة، ما بيخليش اي حاجة. لو ما عندكيش بقى الجوانتي ده، ممكن لو عندك فردة شراب من الشتوي التقيل اللي عامل زي الفوط ده، برضو بينضف وبيخلي الدنيا فلة فلة كده، شمعة منورة بصراحة. شايفين بقى؟ سبت بقى الأوضة تتهوى بقى شوية، يعتبر خلصت 3/4 شغل فيها. ودخلت بقى قلت نشوف الغدا. وكانت المفاجأة بقى اللي بقول لكم ما كانتش على البال ولا على الخاطر، وما كانش ينفع بقى في اليوم ده، بس ما اقدرش اقول له جبت ليه بصراحة. ابو مايك ربنا يخليهن يا رب، وربنا يديله الصحة والعافية وطول العمر يا رب، ويرزقه برزقنا، ويرزق كل واحد برزق بيته واولاده يا رب. اكتبوا امين يا رب العالمين، اكتبوا في التعليقات امين يا رب. كان جايب فضلة خيركم كده فرختين. وطبعا كنت بعمل الغدا. طبعا انا ما كنتش حابة اشارك بقى غدا معاكم، لان الفيديو هيطول بقى زيادة عن اللزوم، فقلت اخد لقطات بسيطة كده. اللحمة شايفينها بتتسلق، بس احنا مش هناكلها مسلوقة. هن هحطها في خضار بس بعد ما تستوي. وكده عملت طاجن رز. طبعا احنا بنموت من عشاق كده الرز المعمر. احنا بنموت في الرز المعمر، يعني قليل لما نحب رز بشعرية، رز ابيض كده. طول ما عندي لبن على طول بعمل كده. ما عندي حتى لو مش حابة اولع الفرن عشان الحر، بعمله على البوتاجاز من فوق. غسلت كده الفراخ ونقعتها بقى وهسيبها منقوعة قبل ما اروح اشوف الشغل اللي ورايا، اكمل شغلي. طبعا الناس المتابعين بقى معايا من الاول عارفين ان الانسة مريان ما بتاكلش اللحمة. خدت لها قطع من الفراخ كده قلت اعملها لها بالمرة معايا كده. ورديت بقى كده اعمل الشباك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كنت عملت ضرفة كده، وقلت اسيب الضرفة ديت بقى عبال ما اروح اشوف الفراخ. طبعا الجو حر ومش هقدر اسيبها اكتر من كده في الاكياس وكده. فغسلتها بقى ونقعتها، وقلت اسيبها منقوعة قبل ما اخلص الشغل اللي ورايا، تكون كده خدت ودت في الخلطة كده، والدنيا تبقى تمام. وفي الاخر ابقى اشطفها بقى واشيلها، وابقى انجزت برضو شغلة من اللي عليا كده. بعد بقى ما خلصت خالص قلت اخد السقف معايا بالشكل ده.
هتقولي عملت السقف بعد ما عملت الموبيليا. عارفة ومتأكدة ان مفيهوش تراب، مفيهوش اتربة، علشان ايه الدنيا تبوظ معايا. لو كنت عارفة ان في تراب وفي اتربة وكده كنت هستنى لما اعمله هو الاول وبعد كده ايه اعمل. وزي ما قلت لكم ان برضو لما بكنس التراب بيطير طبعا وبيبهدل الدنيا تاني. فانا استنيت لما كنست وقلت ايه اخد السقف بقى ايه عشان لو طار عليه اي اتربة او حاجة يبقى ايه بالمرة معايا. جبت بقى معايا الفوطة ديت ومعايا مية، والمية ديت فيها ايه كلوريكس ايه الوان بس فقط لا غير مع المية. كده ما عندكيش كلوريكس الوان، لو حتى نقطتين من سائل المواعين عادي ما فيش اي مشكلة. كده كده ايه السقف مش مبقع ولا فيه اي حاجة يعني ايه علشان تعمل. لكن كلوريكس الالوان بصراحة بينضف وبيعقم. كده ايه عملتها وهروح بقى امسح السقف كله. بوريكم كده ان انا خلاص اهو ربطتها، هروح امسح السقف كله. وكده شكله بعد ايه ما اتمسح، طبعا مسحت السقف والحيطان والجوانب وكله ايه بقى تمام معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده اهو بوريكم الحيطان كمان من جوانب ايه السراير برضو مسحتها مسحة ايه محترمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الماسورة ديت كل ما اعملها بتقع لان ايه الحيطة عندنا مش بينفع تدقي فيها مسامير. عفوا. فكل شوية ايه بندق المسمار على قد ما بنقدر كده وبيرد ايه يقع تاني مع شد الستارة بيقوم يقع ايه بتقوم الماسورة ديت تقع تاني كام. كده بقى ايه بعد ما خلصت بقى ايه بدأت التسييق برضو بنفس الخلطة اللي مسحت بيها السقف، بتنضف وبتعقم زي ما قلت لكم. كده بدأت ايه اكب داخل السراير وانضف كده، وكمان في جوانب السراير بقيت ايه اخد معايا برضو جوانب السراير كده معايا ايه بالمرة. لو وصلت معايا لحد هنا يا ست الكل ما تنسينيش في لايك حلوة من ايديكي وتقدروا تعبنا، لان بصراحة اكيد انتوا شايفين الحر والبهدلة والفرهدة دي كلها. ربنا يجازينا ايه خير يا رب عن تعبنا ده. كده اهوت خلصت وجبت بقى ايه القماشة ديت وبدأت انشف كده داخل السرير وبنشف بقى ايه كويس. وبرفع حرف السرير ما خليش اي مية تحت حروف السرير عشان الخشب بتاع السرير ما يشربش مية. ومع الوقت تبص تلاقيه ضعفت وباظت معاكي ايه الخشب كده ايه ضعف معاكي وباظ. كده خلصت ايه جوانب السرير وداخل السرير ورحت ايه واخده معايا بقى ايه طرقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دعكه بقى ايه محترمه كده شايفين. لو شايفين كده الضوء جاي كده ايه على الارض وشايفين لمعتها. بوريكم بقى كده السقف تمام والاوضه كلها تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومسحت الموبيليا ومسحت ايه السراير كده ومسحت طبعا ايه الدولاب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خدته برضو معايا نضفته. وكده ايه كله تمام التمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بوريكم الحيطان برد تاني واوريكم واكد عليكم ان الغرفة كده بقت تمام التمام. بقول لكم بقى خلاص انا هجيب بقى الحاجات اللي بحطها تحت السراير اردها مكانها واجيب بقى الواح السراير احطها برضو ايه مكانها اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه. بقول لكم خلاص كده تمام. انا جبت الحاجة ايه حطيتها وايه وحطيت الالواح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفرشت يا دوبك ايه المفرش بس على طبعا. والحاجات اللي ورا السراير الرفف ديت انا رديتها برضو ايه مكانها. كده بدأت ايه اجيب المراتب من بره. بقول لكم عملت الرفف بقى ايه اللي ورا السراير ديت رديتها برضو ايه مكانها كده. وفرشت برضو ايه المكتب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده الغرفة تمام مش واقفة بس يا دوبك على الفرشة ابدأ ايه افرشها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ايه. جبت اكياس المخدات والخداديات وهبدأ بقى ايه
البسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ايه على السريع سريع سريع كده. وكده الغرفة بقت معايا تمام التمام، ومش هحط اي حاجة على الارض، بحيث ان انا كل يوم اكنسها طبعا بعد ما انضفها، وابدأ بقى ايه ارش مية كده في الارضية اسيقها تقوم ترطب ايه الجو شوية في الاوضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. طبعا انا جنب الشغل ده انا بكمل تسوية الاكل، ان انا بكمل غدايا، يعني بعمل شغلانة في الاوضة وبوقف الكاميرا وبروح على المطبخ ايه اكمل. بس ما حبيتش بقى ايه اصور معاكم واطول الفيديو زيادة عن كده، بحيث ان انا لما اخلص على طول، ولو طلبوا الغدا يبقى الغدا كمان ايه حاضر. ما اقولش بقى ان انا ايه مثلا النهارده انا بنضف ومش فاضيه اعمل اكل والكلام ده، هما ملهمش ذنب. كده اهوت بدأت البس ايه الكساوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واسفه لو الفيديو طال عليكم، ويا ريت ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. والناس اللي لسه ما زارتش قناتنا يا ريت تدخل وتزور القناه وتاخد جوله فيها كده، ولو عجبتك القناه ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه باذن الله. كده اهوت الحمد لله. كده الكساوي ايه خلصت معايا سريع سريع كده. فاضل بس ايه خدادية واحدة ايه هعملها. بظبط بقى ايه الكيس، كيس المخدة كده بظبطه ايه على المخدة. وطبعا لما اجي ارده مكانه طبعا لازم ايه اظبطه برضو ايه الظبطة الكويسة. كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وطبعا في ناس يقولك المراتب السوسة ديت ما بتطلعش في الشمس وما بتعص زي القطن، لا طبعا لازم تطلع وتتعقم في الشمس من وقت للتاني. ونشوفوا ايه وتشوفي كده ايه اي حاجة تعرضيها للشمس، اي حاجة عندك لازم تتعرض للشمس وتتطهر. كده بدأت ايه افرش السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وردت ايه جبت المخدة بقى وهحط ايه الخدادية كمان. وبقى كده ايه خلصت اول سرير كده، ده بتاع الانسة مريم اللي عند الباب. هدخل بقى ايه على السرير التاني برضو ايه اظبطه. بقول لكم انا هدخل بقى ايه على السرير التاني ده. والبقع اللي في المراتب ديت إيه ساعات بيكونوا بيشربوا حاجة او كده فبتتكب من ايديهم. فان شاء الله في الصيف كده وفي الجو ده ان شاء الله إيه هبقى اطلعهم يوم انضفهم تنظيفة محترمة كده ايه، واطلعهم ايه كمان في الشمس كده يتشمسوا مرة كمان قبل ايه الشتا باذن الله. وهنضفهم ايه تنظيفة محترمة. كده اهوت الغرفة ده الشكل النهائي ليها اهوت. الحاجات اللي على المكتب ردتها تاني، وكل حاجة ايه ردتها بس على نظافة. كده خلاص كده راحة نفسية وكده الأوضة بقت تمام التمام معانا، شبابيك وموبيليا. الدولاب بقول لكم اهوت نضيف هو كمان. خلصت كل اللي فات زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مشيت معاكم خطوة بخطوة زي ما كنت ماشية اهوت. شايفين ما شاء الله الشبابيك بتلمع ونضيفة وزي الفل، والحيطان والسقف وكله كده تمام التمام اهوت. شايفين طبعا انا مبطئة ايه المقطع ده علشان تشوفوا كل حاجة بقت شكلها ايه على الطبيعة. بقول لكم اللي على المكتب رديته والرفاف ردتها وكل حاجة ايه ردتها كده ايه مكانها والحمد لله. همسك بقى ايه اخد نفسي كده واروح على المطبخ اشوف ايه هنعمل ايه. كده شطفت الفراخ وسبتها بقى ايه تتصفى شوية، تصفي كل المية اللي فيها بقى ايه عبال ما نتغدى. طبعا مش هسيبها مكشوفة كده عبال ما نتغدى، لا هغطيها عبال ما نتغدى وارد لها ايه تاني عفوا.
كده عملت ايه معايا اللحمة اللي كانت بتتسلق، عملت عليها ايه سبانخ وطاجن الرز كده وحتة الفرخة المريان وكده. ايه عبيت الفراخ بالشكل، كيستها ايه على قد اكلنا كده. طبعا كل واحد ادرى ايه ببيته. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. ويا ريت تعرفي اخواتك وحبايبك بالقناه عشان باذن الله عيلتنا الصغيره تكبر ليكم وبيكم باذن الله. مع السلامه، في رعايه الله، مع الف سلامه.